أهلا بيكم حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. ايه رأيكم النهاردة نعمل مع بعض البسبوسة الطرية المرملة؟ جميلة جدا، وإن شاء الله هتتبعي الخطوات دي هتطلع معاكي زي العسل هتعمليها على طول. ولو الفيديو طبعا عجبك ما تنسيش بقى الاشتراك واللايك. ويلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا ونقول بسم الله. أول حاجة في وصفتنا النهاردة هنجيب كده نص كيلو من صينية البسبوسة، ويا ريت يكون ناعم. ننزل بقى عليه بربع كوباية من الدقيق، ربع كوباية من جوز الهند، وكمان نص كوباية من السكر، ومعلقة بيكنج باودر. كل المواد الجافة نقلبها كده مع بعض. وبعد كده ننزل بنص كوباية من الحليب ونص كوباية من السمنة، والسمنة تكون سايحة بس ما تكونش سخنة. بعد كده هبتدي أبس كده، مش هعجن البسبوسة، ما بتتعجنش. نبسها كده بإيدينا لغاية ما تبقى مرملة كده تحت إيدك زي الرمل بالظبط، بالشكل ده كده. نجيب بقى الصينية اللي هنسوي فيها البسبوسة، أيا كان الصينية اللي هتستخدميها لازم تدهن سمنة كويس قوي. بعد كده هقسم البسبوسة أو السميد على جزئين. هحط أول جزء في الصينية وابتدي أسويه كده بالتساوي، وما تكونش حتة عالية ولا حتة واطية، يكون الصينية كلها سمك واحد. هضغط عليها ضغطة حلوة، وبعد كده أنزل بقى بالمكسرات: فول سوداني، جوز هند، زبيب، اللي انت حابة تحطيه. حابة تسيبيها سادة برضو مفيش أي مشاكل. بعد كده هننزل بقى بنص السميد التاني أو نص المقدار التاني، واضغط عليه نفس الضغطة برضو تكون متساوية. وهبتدي اقسمها. التقسيمة دي بقى بترجع لك، عايزة تعمليها مربعات صغيرة، مثلثات، اي تقطيعها انت حابة تقطعيها بالشكل ده كده. انا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعد ما هقطعها همشي على الخطوط كده بفول سوداني بيدي منظر. وبتدخل الفرن ربع ساعة على نار متوسطة، يعني 180، وبتقعد ربع ساعة زي ما بقول لكم. بتسقي بالسيرم البارد وهي بتبقى سخنة، وبنقطعها كده طبعا لما بتبرد، وبتتاكل. وصدقوني مرملة وطعمها تحفة، يعني لو انت جربتوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. ترميلتها حلوة قوي وطرية كده مش طالعة ناشفة. بس الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، أتمنى يكون عجبكم، أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء.